خروج مهين للزمالك وبيراميدز. مفاجآت مدوية تهز كأس عاصمة مصر 2025-2026 في نسختها الخامسة، والتي شهدت صدمات مدوية لأندية القمة. الجولة كانت عادية نسبيا لبعض الفرق، لكن مفاجآت هزت أركان البطولة بشكل غير مسبوق، خاصة الزمالك وبيراميدز. سقوط جديد للزمالك وبيراميدز. بعد أن عاد شباب بيراميدز لتحقيق أول فوز لهم الأسبوع الماضي على مودرن سبورت بهدف نظيف، عاد الفريق السماوي لمسلسل الهزائم الثقيلة بسقوط رباعي أمام وادي دجلة. هذا القرار جاء بعد أن قرر المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتيتشيتش إعفاء نجوم الفريق الكبار من المشاركة، مما جعل الفريق يعتمد بالكامل على الشباب والناشئين. من جهته، ودع الزمالك البطولة رسميا بعد هزيمته أمام زد بهدف نظيف في خروج مؤلم لنادي القلعة البيضاء من البطولة مبكرا، وهو ما شكل صدمة لجماهيره. بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على فاركو 4-1 في الجولة الخامسة، إلا أن الفريق ما زال يحتاج إلى حسابات دقيقة ومتابعة نتائج الفرق الأخرى لتأمين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في انتظار الجولة الأخيرة الحاسمة. المصري البورسعيدي يقترب. حقق فريق المصري البورسعيدي خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بعد التعادل الإيجابي مع كهرباء الإسماعيلية 1-1، ليقترب من خطف بطاقة التأهل رسميا قبل نهاية مرحلة المجموعات. مفاجآت وبدايات جديدة. في مفاجأة إيجابية، حقق مودرن سبورت فوزه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد أحمد سامي على بتروجيت 2-0، بعد أن تم فسخ العقد مع المدير الفني السابق مجدي عبد العاطي بالتراضي. أما المقاولون العرب وغزل المحلة فقد جددوا آمالهم في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزهم على إنبي وسيراميكا كليوباترا بنتائج 2-1 و1-0 على التوالي. المفاجأة الكبرى كانت خروج حامل اللقب سيراميكا كليوباترا مبكرا من مرحلة المجموعات في نتيجة لم يتوقعها حتى أكثر المتشائمين. الجولة السابعة والأخيرة، التي تنطلق بعد غد الخميس وتنتهي السبت، ستحدد بشكل نهائي الأطراف المتأهلة إلى ربع النهائي، وسط أجواء من التشويق والضغط على الفرق الكبرى.